استمد منكم الطاقه الايجابيه الايجابيه دي مهمه قوي بالنسبه لي. وفي اللحظه دي والله العظيم انا حاسه يعني استاذ تامر نادي المخرج واستاذ علي طيب زميلي عارفين قد ايه تعبنا في المسلسل، بس دلوقتي احنا خلاص كل التعب راح يعني واحنا معاكم كده. البدايه القويه للمسلسل هي عامل مهم جدا جدا في النجاح، لان انت من الاول هتشدي المشاهد ولا مش هتشدي؟ بعد ما حصلت المشاكل دي كلها اخترت انها تعمل عودة بعد كل الاعمال عشانها. ممكن يحصل في الحقيقة ولا لا هو ممكن يحصل في الحقيقه، وارد يحصل في الحقيقه. طبعا الشخصيات اللي زي رضا دي بقت قليله ونادره، يعني الشخصيات اللي بالجدعانه دي ويبقى جدع كده وهو مش عايز حاجه دي مش كتيره يعني خالص. قصه الحب اللي نشأت كده واحنا يعني حبينا نبينها بشكل اكتر في النظرات، يعني ما عملناش عليها فوكس كبير، لكن رغم كده وصلت للناس قوي. احنا كان في سكك كتيره لنهايه المسلسل ده، ومنها السكك الطبيعيه اللي هو هيتجوزوا ومش عارف ايه، لكن في حقيقه الامر خلال 4 ايام مش هيحصل. اول حاجه جذبتني في شخصيه نورهان صعوبتها، وعايزه بجد اشكر استاذ تامر تاني واستاذ كمان انور صباحي ممكن ان هم ادوني الفرصه وشافوني في دور زي ده. حاسه ان نورهان من اكتر الشخصيات كده اللي فضلت معلقه معايا. اللي انا كنت بقول الدور هيحصل لها حاجه بعد الدور ده، لان من كتر التعب اللي شافته الوضع ما كنتش متخيل. في لحظات انا مندهشه، في لحظات انا بحاول افتكر، في لحظات انا بتاثر، في لحظات انا بعبر بعنايه اكتر. مش هينفع يبقى كله على وتيره واحده الدور ده. في الفلاش باك في مواقف معينه بتستدعي مواقف معينه دي موجوده، ولو انه كمان حتى في الفلاش باك هي احيانا كانت مع جوزها فده حاجه، واحيانا كانت مع اخو جوزها اللي عامل نفسه جوزها فده احساس تاني، بس هي مش عايزه تبين له ان هي عرفت. هي عندها لايرز كتير قوي. انا فعلا الحقيقه بستمتع اكتر بكتير بالادوار اللي هي البهدله دي مش فكره البهدله، بس فكره ان الدور يبقى حقيقي، ان انا اطلع من غير ميك اب خالص، ان انا اطلع حقيقيه بملامحي، ده بيتصدق اكتر. وانا الحقيقه بقالي فتره يعني يمكن نقدر نقول من مسلسل سجن النساء برضه كنت طالعه مشاهد كتير من غير مكياج وما كنتش معتمده فيه على شكلي مع الاستاذه كامله وذكري برضه مخرجه كبيره يعني. وكل عمل ليه صعوبته، لكن انه يطلع بالشكل ده والايقاع ده وعمل الحقيقه مشرف على منصه مهمه لا يقل عن انا بتفرج على الاجنبي برضه قوي، فدايما ساعات بحس في جاب بيننا وبينهم. يعني انا في المتابعه مش حاسه ان في جاب، وفي نفس الوقت حاسه ان هو مصري بتاعنا، يعني قصه نابعه من مجتمعنا، الشخصيات حقيقيه لحم ودم مش متقلد من الاجنبي فعشان نبقى شبه الخواجه.